حلو ده. حلو ده قوي، يعني انا بحب وبعشق البدايات اللي شبه كده، اللي كلها زي الخرا، بداية زي الزفت بسم الله ما شاء الله، يعني بتتعادل مع مودرن سبورت، يعني اللي كان هيهبط السنة اللي فاتت ولغوا له الهبوط يعني. بداية فلة، بداية فلة، بداية زفت. أسوأ يعني أقل حاجة يتقال عليها بداية زفت، وزي نيلة بتتعادل مع سبورت 2-2 في أول ماتش ليك. بس أنا بحب الحاجات دي أوي، يعني أنا بحب البدايات الوحشة دي أوي. يعني عشان إيه؟ عشان نفوق، لأن أنت نازل فاكر إن أنت هتكسب الماتش. مشكلة كل بداية موسم بتلعب أول ماتش ليك وأنت يا باشا محسسني إن أنت بتلاعب مثلا أصنام. يا باشا أنت بتلاعب لعيبة 11 لعيب زيك، 11 بني آدم لحم ودم زيك، يعني وارد هيعمل مجهود وهيجتهد وهيحاول. وده اللي حصل يا باشا، انت نازل تكسب الماتش واخد على عينك 2-2 باقل مجهود. مودرن مع يعني ما عملش حاجه، هو ما عملش حاجه ان هو جاب فيك الجونين وطول الماتش بيدافع. انت بقى فين الحلول؟ مفيش حلول. فين اللعب الجماعي؟ مفيش لعب جماعي. فين الاختراقات؟ مفيش اختراقات. فين العرضيات؟ مفيش عرضيات. فين الاهلي؟ مفيش اهلي. حيالله الجمهور بس هو اللي شفناه النهارده، وجمهور من غير اعلام، من غير بنرات، من غير اي حاجه. انا مش فاهم اشمعنى الناحيه التانيه بنشوف البنرات والاعلام وبنشوف كل حاجه، وفي ماتش النادي الاهلي ولا بنشوف ولا علم واحد مرفوع. يعني حاجه غريبه مش قادر استوعبها. ولكن الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده النهارده في الاهلي هو الجمهور. النادي الاهلي ما راحش الماتش النهارده. انت يا باشا تخسرت الماتش لان انت بسم الله الرحمن الرحيم كده ضيعت من ايدك الشوط الاولاني وان من غير ما تجيب ولا هدف. انت توقع ان انت كل مبارياتك او بنسبة 75 80% من مبارياتك في الدوري الفرق اللي هتلعب قدامك هتدافع. فانت لو ما خلصتش في الشوط الاول وارد جدا الشوط التاني بقى اي حاجة تحصل، وده اللي حصل النهارده. بتتعادل 2-2 في الشوط التاني. فانت النادي الاهلي شوط اول عدى منك، فده كارثه. عدى منك من غير ما تجيب جون، من غير ما تبقى متقدم الشوط الاول، كارثه. لازم الشوط الاول النادي الاهلي يخلصه وهو على الاقل متقدم ولو ب1-0. ده الطبيعي وده اللي هيحصل. كل ماتشاتك اللي جايه كله هينزل يدافع قدامك، كله هيحاول يقفل دفاعاته ويخرج منك بنقطه احسن ما يخسر ال3 نقط. ده اللي حصل النهارده. مفيش حلول عند اللعيبه، مفيش انسجام خالص، ما شفتش انسجام خالص. محمد شريف ما جاش الماتش. قفشه عايش على القضيه وهيفضل عايش على القضيه لحد ما يخرج من النادي الاهلي. قفشه غريب جدا غريب جدا غريب جدا. يعني 90% من اللعيبه النهارده خارج المستوى وخارج التركيز وخارج كل حاجه. ما كسبناش النهارده غير زيزو بالاسيستين اللي عملهم، وياسين مرعي نسخه محمد عبد المنعم جديده بتتبني مع النادي الاهلي. بس يا باشا مش هو ده اللي هنبني عليه، مش هو ده النادي الاهلي.